رجعنا وفقرة دماغ، ومعانا دماغ مختلفة، يعني بنتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله. معانا محمد زينهم، ملقب بالوطواط المصري، بطل موسوعة جينيس للارقام القياسية. اهلا بيك يا محمد معانا. اهلا بيك يا سامي. انت تمام؟ انا تمام قوي الحمد لله. الحمد لله. محمد زينهم بطل رياضي عنده قدرات خاصة جدا، مسجل لحد دلوقتي رقم قياسي في موسوعة جينيس، وبيشتغل على انه يسجل 52 رقم قياسي. ما شاء الله في اللياقة البدنية، رغم ان هو صغير، عندك 27 سنة. ما شاء الله. بتلعب عقلة، بتجري، بتلعب ضغط على الصباعين دول بس. دلوقتي على صباع واحد كمان، على صباع واحد. اللي هو دوت، وده اللي في جينيس. ده يعني ده في جينيس وده في جينيس، بس انا لما عملت ده في واحد صيني في معبد شاولين، لان طبعا هم عندهم ده اللي كان بروسلي بيلعبه. فلما يطلع مصر يعمل ده فدي حاجه كبيره. ازاي مصر يعمل ده؟ ازاي تغلب بروسلي يعني؟ ايوه. فطلع واحد عمل ضغط على الصباع ده، فرحت انت عملت كده. فانا عملت ده. بس طبعا انا مش هبتدي اسجل بقى بنفس الطريقه اللي انا سجلت بيها، من غير رعايه من غير اي حاجه. مش هتن انا اللي اصرف من جيبي. لما يظهر حد بقى يرعى الموضوع ده بحيث انه يظهر بشكل جميل، او انا اعمله. لا خلينا بقى افهم منك، لان انا يعني مبدئيا انت كمان تسلقت جبال. بتسلق جبال كتير. ده خلاص يعني اوريدي، ده عشان انا خاطر تسلق برج القاهره. برج القاهره دوت مش جينيس، ده برج الخليفه هو اللي جينيس، لان برج القاهره صغير. صغير ايه يا عم؟ انت تسلقت واحنا اللي هنحطك في موسوعة جينيس. انا افرح بيك جدا. طيب خلينا، انا عايزه اتكلم عن نقطه مبدئيا. يعني محمد، في البدايه عايزه اعرف ليه بيتقال عليك الوطواط المصري؟ الوطواط ديت عشان انا بتشعبط بصوابع رجلي في الشجر او في العقل، بالصوابع، مش بالرجل او مش بالركبه زي الناس بتعمل. هو في صور راني؟ احنا معانا صور للحاجات دي؟ انت جايب صور معاك؟ اهو في صور معايا، بس انا مش عارف هم اخدوها في الاعداد. تورونا ايه صور عموما يعني لمحمد وهو بيعمل اي حاجه من الحاجات الغريبه اللي بيعملها دي. مبدئيا تمام، انت هنا اهو دي الصوره دي فين بقى؟ دي بتسلق، دي جبال، دي في البحر الاحمر او في سيناء عامه. تمام. ودي طبعا اللي بيوصلني للجبال ناس حبايب عرب بيوصلوني ليها. لان مش اي حد يقدر، مش اي حد. تمام. وكمان بقى موضوع التصريح والشرطه العسكريه وكلام كده، انت بتتسلق في حتت اصلا وحشه يعني. تمام تمام. طيب انا عايزه اقول لكم بس ان ده وده تسلق حر، ده بيبقى من غير اي حبل خالص. يعني ده ببقى فري، بوصل لغايه ارتفاعات طبعا اعلى من 200 متر فري. برج القاهره كله 187 متر، يعني حاجه طبعا بالنسبه لبرج الخليفه برضه بسيط قوي. برج القاهره يعني احنا كلنا ممكن نتسلق برج القاهره. طب انا عايزه اوصل لكم ان ده كتاب موسوعة جينيس 2012. محمد في الكتاب ده في اول صفحه، انهي صوره يا محمد؟ فين اللي فيها الاهرام؟ الصوره دي. ده الضغط كان على صبعين 2 بيد واحده بالظبط. كان الرقم اللي قبلها كان 8 في الدقيقه، وانا جبت 46 في 49 ثانيه. تمام ما شاء الله. طيب عايزه افهم اصلا فكره موسوعة. انت بتقول المره الجايه مش عايزه اعمل كده من غير رعايه واصرف من جيبي، ايه القصه دي اصلا؟ يعني هو اللي بيقدم في موسوعة جينيس اساسا بيقدم ازاي؟ اللي بيقدم في موسوعة جينيس دوت لازم ان انت بيكون لكل لعبه شروط. ان انت مثلا دراعك هيعمل كذا، زاويه كذا، وصوابعك الفلاني والفلاني هو اللي مستخدم. وبتقول انا هعمل الحاجه دي في اليوم الفلاني، ولازم أن يحضر شخصيه عامه، وزير، عضو مجلس الشعب، ومحافظ. لازم أن يكون في حضور اعلامي كبير. لازم أن يكون في مكان مفتوح للجماهير، اي حد يحب يحضر يقدر يحضر. ليها شروط. تاني حاجه ان جينيس ما بتديش جايزه ماليه. فانت النهارده بتتدرب، بتصرف مصاريف كبيره من جيبك قوي. عايز اقول لحضرتك الدكتور اللي بيبقى معايا مثلا عشان في حاجه زي تسلق الجبال، والراجل اللي بتاع التامين اللي هو بيربط لك الحبال ويشوف هنا، والمصور نفسه اللي بيطلع معاك. طبعا. انت بتتكلمي في مبالغ. تمام. يعني مش بيتكلم في 20,000 و30,000، لا احنا بنتكلم في اعلى من كده. ده انت بتطلع معسكر بيصرف مصاريف زي دي. فبتطلع معسكرين 3، وقبل كل مره تقرر انت هتطلع برج القاهره تصرف، كل مره بتقرر انت هتكسر رقم في جينيس بتصرف. فالصرف ده كله من غير عائد، فلغايه انت هتقعد تصرف صرف وما فيش عائد، فصعب. بالظبط. محتاج ان يبقى معاك مثلا سبونسر. لازم أن يكون في سبونسر. انا الحمد لله بالنسبه لي انا يعني اي رقم انا بعمله في جينيس لازم بيحضروا عدد قنوات كبير. ده شيء اوريدي. تمام. حاجه زي برج الخليفه طبعا مش محتاج ان انا اقول ان هيحضر اعلام، لان الحمد لله ده معروف ان هيحضر اعلام كتير.
انا الحمد لله اي حد بيلعب برج عليا الخليفه ده في دبي؟ برج الخليفه دبي. تمام. برج القاهره حتى يعني. برج القاهره ده كلمني بس عن فكره برج القاهره، يعني دي برج القاهره أنا اصلا كنت يعني مبدئيا في هنا بس ده برضو التصريح. عشان ده تصريح لما يهمه الامر وبتاع لايه التسلق لان انت برج تمام القاهره. ما عندكش مشكله في انك لتسلق برج القاهره ده استاذ مجدي سليم ساعدني ان انا طلعته يعني، اللي هو مدير هيئه تنشيط السياحه الداخليه. تمام. طيب وزاره السياحه. وفي عند حضرتك تنشيط سياحه، انت عامل ده بغرض تنشيط سياحه مش عشان جنس اصلا؟ لا 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 لا، ده مش جنس. تمام. يعني برج القاهره هو اللي جنس انا البرج متخيله ان مصر كلها برج هتبقى قاعده الخليفة. بتتفرج عليك وانت طالع. تمام ربنا يخليك. ايوه اكيد اصلها حاجه مش سهله يعني. ماشي بقى، هي بالنسبه للناس هي مش سهله. انا بالنسبه لي انا ان شاء الله انا بقول انا قدراتي كمان اعلى من كده ما شاء الله. بس انا عايز اعمل والاقي نتيجه، مش اعمل وما الاقيش نتيجه. تمام. اللي بيدخل الرياضه ايه هدفها؟ الرياضه هدفها حاجتين: ان انت ترفع مستوى الشعب عامه في الصحه، ده اي وزير رياضه لازم أن يكون مستوعب الحاجات ديت، وانا فاهم ان هو لازم أن يكون مستوعب دي ولا ما يكونش في مكانه، عشان ترفع الصحه العامه للناس، وعشان تسجل اسم بلدك في مكان عالي. يبقى انا لما باخد ميداليه اولمبيه، لما بسجل في موسوعه جينيس، لما بعمل اي شيء انت بتسجل اسمك، اسم بلدك في مكان عالي. طبعا. ده لاي واحد عالم، لاي واحد في اي مجال. بترفع بقى اللي هو الحته بتاعه الرياضه، انت بترفع المستوى الصحي للشعب. ان انت لما بتعمل حاجه زي ديت، انا مثلا عامل مشروع لياقه بدنيه اللي هو الضغط والبطن والعقله. قلت مثلا الناس ممكن تلعب ضغط لو كل الناس تقدر تجيب 60 ضغط، لو كل الناس تقدر تلعب 20 عقله، لو كل الناس تقدر تلعب 50 بطن، لو كل الناس تقدر تجري كيلو ونص، هيبقى ايه حال الشعب بتاعنا؟ يبقى شعب انت لاشيت امراض كتير، عملت حاجات كتير. تمام. طبعا الكلام ده انا لما قدمته لوزاره الشباب والرياضه في النظام السابق، المهندس حسن صقر اداني رفض لعدم الاختصاص. لعدم الاختصاص، وانا بطل جمهوريه 6 سنين لياقه بدنيه، يعني معتمد عنده ولعدم الاختصاص. بس طبعا لان هو مفيش اتحاد وانت بتخش في روتين تربيه رياضيه ومدرب تقنين احمال معتمد وبطل من جمهوريه الاكاديميه 6 سنين وبطل وعدم جمهوريه الاختصاص 6 سنين. اضرب معايا رفض لعدم الاختصاص. تمام. مين يعني اللي بقى ممكن يبقى مختص في حاجه زي كده؟ هو قالوا لي وزاره الزراعه بدات تتبنى رياضيين. اوكي طيب ما علينا، خلينا نكمل. انت دلوقتي عندك كمان اللي هو مشروع اللياقه البدنيه اللي بتقول عليه، واترفض من النظام السابق. حاولت ده كرعايه ليا كرعايه ليا انا كموهبه نفسي. تمام. او ان انا حتى في ناس ليا زي متسابقين، مثلا بطل امريكا في اللياقه البدنيه، مثلا في بطوله اسمها البيت الابيض، دخلت قريت عنها على النت، بيجيب 170 ضغط. تمام. انا بجيب 500 حزمه واحده، دي اللي هي دور واحد، يعني تنزل تلعب. ما شاء الله. تمام. بجيب حد فيكم بيعرف يعمل الكلام ده يا جدعان؟ ولا الهوا طبعا. الحمد لله بجيب على دراع واحد. قول لي ايه ده؟ 300 يعني ولا ايه؟ كده اوكي ماشي. بجيب الحمد لله على دراع واحد 120 عدى في الدقيقه. تمام. في الضغط على ظهر الايد، مع حمل 40 رطل، يعني كلها ارقام كجينيس نفسها انا معديها بمراحل. طب لكن ما سجلتش في جينيس عشان كل الحاجات اللي انت قلتها لي في الاول دي، الشروط اللي لازم تبقى متاحه عشان يشوفوا ده، صح؟ لا مش لا شفت حضرتك الرقم دوت اللي هو الضغط على ظهر الايد مع حمل 40 رطل ده. بصوا يا جماعه دي. تمام. هطلعها لكم فوق ولا امان كده؟ الحاجه دي كلها كمان على الاكونت بص هو شايل اصلا على كام؟ 40 رطل؟ لا دي اكتر من 40 رطل، دي تحدود 100 كيلو. تمام. اوف. انا بلعب باتنين بفردين كمان واقفين فوق ظهري، بلعب بيهم ضغط. لا والله. ده انت موجود كل الكلام دوت على الفيسبوك، موجود يعني على الفيسبوك بتاعي محمد زينهم الوطواط، يعني اي حد عايز يخش كمان يتصفح ويشوف. تمام. انا اللي بعمله دلوقتي ان انا عندي ارقام كتير في جينيس، في الضغط، في البطن، في العقله. انا بجري 56 كيلو في اليوم، فبجري اقدر انا عامل زي قعدت اجريها شهر من خلال اللي انا بعمله وبرامج تقنين الاحمال بتاعتي. انا مدرب تقنين احمال، وبمسك انديه وبمسك فرق وبعمل لها تخطيط احمال. تقنين احمال يعني بمعنى مثلا ان وليكن انا مثلا ماسك فريق السباحه بتاع نادي طنطا. تمام. مثلا ماسك فريق تايكوندو مثلا في النادي الفلاني، ماسك منتخب كذا. بيجي هو عنده مثلا اللعيب ده رجليه ما بتنفردش، فبيجي لي يقول لي ما بتنفردش، يبقى عشان العضله الرباعيه بتاعته ضعيفه، فانا ببتدي اعملها له تمرينات تقويه زائد
ان انا ارفع له مستوى كله غير المستوى الفني. يعني في حاجه اسمها مدير فني، في حاجه اسمها مدير او مقنن احمال. ببتدي امشي معاه طول الموسم. بس كلمه احمال دي مالهاش علاقه لا 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 لا، هي لا. في لا طبعا بيخش معايا اثقال وبيخش معايا تمرينات سويدي وحسب اللعبه وحسب المرحله اللي انا داخل فيها. يعني هو تحسين عموما مستوى انا تحسين مستوى رياضيا او يعني بدنيا مش فنيا. بدنيا تمام. بدنيا مش فنيا. تمام. فانا كمان يعني انا اللي بحط البرامج لنفسي، وبيبقى معايا مدربين بيتابعوا معايا فيها، لان انت لازم مهما ما كان مستواك العلمي كبير لازم او مستواك انت فاهم انت بتعمل ايه، لازم يكون وراك حد بيضغط عليك. ده كأي رياضي. ففي النهايه انت حضرتك بتقولي لي انت ليه ما اتجهتش لحد دلوقتي؟ انا دلوقتي بتجه ان انا احاول اشتغل اجيب وظيفه. تمام. يعني عايز حاجه ثابته. تمام. انا هتني العب رياضه لغايه سن كام؟ ابسط الحقوق انت ما انتش قادر تاخدها، فانت حتى مثلا لما ثانية واحدة، هو انت المفروض لو اشتغلت بمؤهلك هتشتغل حاجه ليها علاقه برضه بالرياضه. تمام. مظبوط. تمام. لكن ما فيش الكلام ده. تمام. مش لا موجود، ماشي. مش متاح. انت مثلا شغلني مثلا وليكن في قناه رياضيه، شغلني في شركه بترول زي اقراني من الابطال الرياضيين، شغلني في شركه مصر للطيران، شغلني في حاجه تكفل لي ان انا ليا يعني مرتب شهري كويس. كويس. تقدر انت اقدر انا اشتغل. تمام. انت قدمت لي بقى بعد كده دعم قدمت لي، انت ما قدمتليش دعم ما تقدمليش، لان اوريدي انا هقدر اكمل اصرف على نفسي والشركه بتاعتي هتدعمني من ورايا. تمام. او المكان يعني اللي انا فيه. تقصد الشركات دي انت تشتغل فيها بصفتك ايه؟ يعني بصفتك ان انت هتشتغل على الرياضه؟ لا 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 ولا هتشتغل شغل عادي؟ لا، شغلك بالبكالوريوس بتاعك، او شغلك ببكالوريوس تربيه رياضيه، شغلك كرياضي، شغلك انت في مجالك ده. شغلك في مجالك ده. لكن في اي شركه من الشركات دي تقدر تشتغل في مجالك ده. في مجالك ده انت بتشتغل بمجالك. بتشتغل مثلا في وزاره الشباب والرياضه، هيشغلك مثلا في التربيه المهم انت اشتغلت. تمام. انت راجل موظف. دي شيء. الشيء الثاني ان انا لا، الشركات بتدعمني لان انت بتحط، ببقى انا بالنسبه لك ماده اعلاميه. ماده اعلانيه. انت بتحط عليا الاعلان بتاعك، انا بطلع انت بتديني عائد. مظبوط. انا بالنسبه له هي منفعه متبادله. تمام. انا بعمل مجهود، بيبقى معايا مدربين، بيبقى معايا شغل، يعني بعمل شغل، انت بيرجع عليك وانا بيرجع عليا. تمام كده. تمام بالظبط. طيب انا عايزه اعرف ايه ال 52 حاجه اللي انت ناوي ان انت تخترقهم في موضوع جينيس؟ اول حاجه انا هعملها ان شاء الله هيبقى في برج القاهره. برج القاهره دوت محتاج فتره معينه من الدعايه، لان هو كحاجه محتاجه تكلفه عاليه. غير برج القاهره ده ضغط على صابعين، دي بقى تمارين. ده معسكر في العريش. دي الصوره دي. تمام. دي الصور دي في العريش. تمام. ده ضغط على ظهر الايد، ده هو لسه بيحط لي التقل اللي انا بلعب بيه. ده على ظهر ده ضغط على ظهر الايد، ده مع حمل 40 رطل. انا بجيب فيه رقم، يعني اللي كنت جايبه فيه 69، وده طبعا المحاوله دي ما اتسجلتش بسبب يا الهرب واخد صحابه بقى معاهم رحله يعني. تمام. ده الكوتش بتاعي كابتن محمد صلاح. كوتش كمان ما شاء الله. ويعني اصحابه بقى فسحوا ماشي. تمام. تمام. فهو طبعا هو ليه فكر معين في التدريب. كابتن محمد مثلا لو شايف انت هتلعب حديد، ممكن مثلا يقول لك ايه، لا شيل لي طن ونص مثلا رمل، طلعهم لي من الارض، طلعهم لي في الخامس. وبعد ما تطلعهم يروح جاي رموهم لك تاني، يقول لك طلعهم لي تاني. هو بيشوف ان هو العذاب ده كويس. تمام. هو شخصيته، لا هو كمان شخصيته تحت ضغط، وهو شخصيته قويه جدا. تمام. طيب خليني عايزه اعرف 52 رقم الضغط على ظهر ايد مع حمل 40 رطل، ده اول رقم اكسره، لان انا فعلا كسرته بالفعل بس ما تسجلش. فعايز اسجله بقى المره دي. فعايز اسجله المره دي. تمام. لان ما تسجلش بسبب احداث الثوره، وان عضو مجلس الشعب اللي كان حاضر رقمي اتلغى عضويته مع باقي المجلس اساسا. فما بقاش ينفع يمضي على الورق بتاعه ويختمه، فاتلغى الرقم. تمام. في الضغط على صباع واحد بايد واحده، ده انا بجيب 35 عده. الرقم بتاع جينيس بتاع الصيني اللي عمله 25 ما شاء الله. تمام في نص دقيقه. في عايز اجري من مصر، من كيب تاون جنوب افريقيا لمصر بواقع نعم. جيري ماجواير، اهلا وسهلا. لسه كنت بقول لك لا مش جيري ماجواير، اسمه ايه؟ انا رحت فيلم تاني. لسه كنت بقول لك حالا ان انا بجري بواقع 56 كيلو في اليوم. فهو اللي كان بيجري قبليا كان بيجري 36 كيلو. 36 كيلو. انا
بياخد هو راحه، انا باخد راحات. يعني هو برنامج معمول، يعني انا تنتني اختبرت نفسي لمده شهر ان انا هقدر امشي على النظام او السيستم اللي انا حاطه، ان انا بواقع. يعني انا بجري كل يوم 50 كيلو. في النهايه انا بحقق مع الراحات بتاعتي كل يوم 50 او 45 كيلو. تمام. هو جراها في 11 شهر، انا مظبطها ان انا اجريها في 9 شهور. المسافه دي اللي هي من جنوب افريقيا لغايه مصر. الصوره دي معلش حضرتك؟ ديت اسمه هيومن فاليج، وده برضو رقم تاني في جينيس. دوت تقريبا هو بيثبت فيه، انا مش متذكر بالظبط كل الارقام، انا معايا CV في كل الحاجات دي، لان انا لما بكسر رقم. لا بس انا مش فاهمه اصلا الصوره. هو انت كده بالعرض؟ انت كده ماسك في العقله. ده حدود، ده حديده او ماسوره، يعني ده مش عقله، ده حديده او ماسوره، وانت بتمسك فيها كده وبتفرد جسمك بالجنب. ده اسمه الهيومن فاليج او العالم البشري. دوت انت بتثبت فيه. هو الرقم بتاع جينيس تقريبا 32 او حاجه زي كده. انت قعدت قد ايه؟ انا بعمله دقيقه الا ثانيتين. بتفضل على الوضع ده دقيقه؟ الا ثانيتين. 58. انا افتكرت فورست جامب، قصدي يعني اللي هو كان بيجري طول انت عايز تجري معلش من كيب تاون. وعشان جسمي سبايدر مان. اوكي. ايوه طبعا. هو كده تبقى الوطواط فعلا. تمام. لا الوطواط فيه اللي هي تعليق بصوابع الرجل نفسه في الشجر، ده لسه هم ما جابوهاش. طيب انا عايزه اعرف موضوع بس معلش، الجري من كيب تاون لمصر؟ من كيب تاون لغايه القاهره. معلش يعني محدد المده ولا؟ المده هو اللي قبل كده اخدها في حدود 11 شهر، انا هعملها تقريبا في حدود 9 شهور. تمام. بس طبعا يعني شوفي، انا حضرتك بقول لك الرقم شكله عامل ازاي. انا الحمد لله بجري، يعني الحمد لله انا جاهز لده. بس لا انت لحد دلوقتي بتعمل كل حاجه ما شاء الله. لا الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك انا رحت الشركه هنا في مصر بتاعت مشايات كهرباء، وشركه ثانيه بتاعت مشروب طاقه بدون ذكر اسم يعني. فانا المشكله اللي قابلتني ان انا الرقم بتاع جينيس عايز ان انا اجري على المشاية الكهرباء 12 ساعه انا بجري 12 ساعه متواصل. بجري فيهم 120 كيلو. تمام. فهو المشكله الرقم بتاع جينيس 99. اسف 89. تمام. فالمشكله اللي قابلتهم ان مفيش مشاية كهرباء تستحمل 12 ساعه. بس في ممكن تروح من مصر اسكندريه عادي يعني. لا ما هو ثواني، هو هنا اولا الكاميرات مش هتتبعك. يعني الكاميرات مش هتمشي وراك. والمحاوله لازم أن تكون كلها متسجله فيديو. لا هو طبعا وتروح لجينيس كلها فيديو. لا واحنا بنتكلم دلوقتي عن نوع اخر بقى من فكره الرعايه، ان لازم يبقى معاك بقى عربيات بكاميرات يعني ده موضوع تاني يعني. وده فعلا محتاج سبونسر زي ما لا ده في تدريبي انا ممكن اعمله، اما في التصوير هو مشترط ان انت على مشاية كهرباء. تمام. يعني هو جينيس بتحط لك شروط محدده. تمام. انت بتلعب على الصباع ده والصباع ده. تمام. ما ينفعش من دماغي اقول انا هلعب على ده وده. لا هو جينيس بتحط لك حاجه والله معينه. بص يا محمد، يعني ربنا يا رب يوفقك ان شاء الله. اتمنى كمان ان انا الاقي في صدى ال 52. لازم يبقى انت في صدى البلد مبدئيا. ان شاء الله يبقى في صدى من البلد كلها يا رب. انا عايزه تقول ايه لوزير الشباب والرياضه دلوقتي؟ انا عارفه انك لسه ما رحتلوش، بس يعني اتمنى ان انا ان شاء الله يعني اتمنى ان انا الاقي رعايه منك. اتمنى ان انا لما اجي لك ما اقفش على مكتبك وما اخشش. اتمنى برضو ان انا الاقي رعايه من المحافظه بتاعتي، رعايه حقيقيه. انا عايز اكسر رقم جينيس في المحافظه بتاعتي. اتمنى ان انا ما الاقيش من طنطا. تمام. بس ممكن انا الاقي محافظه ثانيه لو في محافظ كويس عايزني يعني. تمام. المفروض مصر كلها والله. ربنا يخليك يا رب. تمام. فانا النهارده بصدد ان انا عايز الاقي وظيفه ان شاء الله، بصدد ان انا نفسي اتكرم زي كل الابطال الرياضيين. انا عندي امكانيه ان انا احقق في بطولات وفي العاب تانية فرديه، بس الاقي انا الابطال اللي فيها بيتكرموا. يعني للاسف الرياضه كلها تعبانه في مصر وكل الرياضيين بيشتكوا. يا رب ان شاء الله بكره حال البلد كله بقى في كل المجالات يا رب يتصلح ان شاء الله، وكل واحد فعلا يلاقي على قد مجهوده وتعبه. انت يعني شخصيه كده استثنائيه يا محمد، وربنا يا رب يكرمك. وما بستسلمش الحمد لله. جدع جدع. لا خليكوا هتوصل واحنا معاك في موضوع ان شاء الله. برج القاهره ده قول لنا بقى عشان نيجي نصور ونبقى معاك ان شاء الله اليوم ده. يعني ربنا يوفقك يا رب في كل اللي انت بتتمناه. وبمناسبه اللي انت بتقوله يعني لازم برضو نوجه تحيه للفريق متحدي الاعاقه المصري اللي كان في الاولمبياد، جابوا تقريبا 21 ميداليه منهم 5 ذهبيه ما شاء الله عليهم، ورجعوا مصر بالسلامه. اتمنى ان يكرموا التكريم الحقيقي اللي يستاهلوه يا رب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جدا يا محمد، نورتني. وان شاء الله نبقى معاك في كل خطواتك ان شاء الله. ان شاء الله. كده حلقتنا خلصت، استنونا بكره ان شاء الله الساعه 6. سلام.